قصتنا بتبدأ مع جيش من المحاربين الصينيين وهما بيستعدوا للمعركة. قائد الجيش كان المعلم شي صاحب ال10 خواتم السحريين. الخواتم دي بتعطي المعلم قوة خارقة ملهاش حل، لدرجة انه قدر يدمر الاعداء باستخدام مهاراته الاسطورية بالفنون القتالية والكونج فو. بعد كده قدر يسيطر على قارة اسيا كلها ودرب جيش كامل من محاربين نينجا عشان يهزم اي حد يقف بطريقه، لحد ما اصبح اغنى رجل في العالم. وبعد 1000 سنة في وقتنا الحاضر بنكتشف ان المعلم شي لسه حي بسبب قوة الخواتم السحرية، لكنه اتفاجئ ان واحد من مساعديه بيقول له انهم اكتشفوا مكان غريب فيه قوة رهيبة مش عارفين مصدرها. فشي اخد اتباعه وانطلق عشان ياخد القوة دي لنفسه. بس اول ما دخلوا الغابة اتفاجئوا ان الاشجار بتهجم عليهم بشراسة رهيبة وحصرتهم من كل اتجاه، لحد ما قلبت عربيتهم من فوق جبل عالي. حتى المعلم شي كان هيموت لولا انه استخدم قوة الخواتم السحرية عشان يحمي نفسه. واول ما بدأ يفتش الغابة قابل سو كشفت ان مصدر القوة اللي شي بيدور عليها يبقى تنين اسطوري، وقالت ان مهمتها تحمي القوة دي مهما كان الثمن. فشي بدأ القتال معاها بدون تردد، لكنه اتفاجئ انها قدرت تتصدى ليه بسهولة بسبب ان عندها فن قتال سري بيتحكم في الرياح. ومهما المعلم شي حاول يهزم سو كان بيفشل، ده غير انها قدرت تخدعه عشان تاخد منه الخواتم ال10، وبدل ما تقتله رجعتهم ليه. فالمعلم شي اعجب بمهارتها الرهيبة بالفنون القتالية وقرر انه يتجوزها ويعيش معاها لحد ما خلف منها ولد اسمه شانج شي. وهنا بنكتشف ان سو كانت بتحكي قصة المعلم شي لابنه شانج اللي عنده 10 سنين عشان يعرف سر الخواتم السحرية. فشانج فرح بشدة وقال ان والده ووالدته اقوياء جدا بسبب خبرتهم في الفنون القتالية، ده غير ان والدته اعطته قلادة سحرية عشان يفتكرها لو بعدت عنه. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث 20 سنة قدام اول ما شانج شي صحي من النوم. شانج بقى شاب قوي وجاهز للخروج من بيته عشان يروح الشغل، وهنا بنعرف انه بيركن السيارات في هوتيل كبير وسط المدينة مع صديقته كيتي المتهورة في السواقة. وفي يوم من ايام الاجازة شانج شي راح لبيت عائلة كيتي من اجل السلام عليهم لانهم بيعاملوه زي ابنهم بالظبط، واخد كيتي عشان يخرجوا يتفسحوا. بس وهم راكبين الاتوبيس فجأة في راجل غريب ظهر بدون سابق انذار وقال لشانج شي يسلمه القلادة السحرية اللي اخدها من والدته. طبعا شانج اتصدم وقال للراجل يبعد عنه، لكنه اتعصب وبدأ القتال اول ما شاف ان صديقته كيتي اتعرضت للاذى. وهنا بنكتشف ان شانج شي محترف فنون قتالية ملهوش حل، لانه مسك الراجل الغريب طحن هو واتباعه في ثواني بسيطة لدرجة ان كيتي اتصدمت منه. وبالصدفة كان في يوتيوبر مشهور على الاتوبيس صوره للانترنت وهو بيقاتل، بس فجأة في مجرم ضخم بايد واحدة اقتحم المكان. المجرم ده كان اسمه ريزور واخرج سيف ناري من ايديه المقطوعة عشان يهاجم شانج شي بشراسة ملهاش مثيل. فشانج تفادى ضرباته بسرعة البرق، بس المصيبة ان سيف ريزور قطع فرامل الاتوبيس وخلى السواق يفقد السيطرة تماما لحد ما خبط دماغه وفقد الوعي. فكيتي بدأت تسوق بدلا منه، والمصيبة الاكبر ان ريزور قسم الاتوبيس نصين. فشانج شي صعد للخارج بس بدون فايدة لان ريزور استمر في الهجوم بدون رحمة. فشانج استجمع تركيزه بصعوبة ودخل الاتوبيس من جديد. بعد كده استخدم تقنية كونج فو سرية عشان يخلص على المجرمين واحد ورا واحد. واول ما قابل ريزور للمرة التانية استدرجه لاخر الاتوبيس. بعد كده خلى كيتي تفرمل بشدة عشان تقسم الاتوبيس نصين وتتخلص من ريزور مع بقية المجرمين. وبعد دقايق طويلة من القتال كيتي استخدمت مهاراتها بالسواقة عشان توقف الاتوبيس مع ان مفهوش فرامل. وشانج شي اتأكد ان كل الناس الابرياء بخير، لكنه اتصدم لما عرف ان قلادة والدته السحرية مش موجودة معاه، واكتشف ان ريزور الذكي خطفها منه وسط القتال. طبعا شانج شي اتعصب بشدة من اللي حصل، اما كيتي سألته هو ازاي بيقاتل بالشكل الرهيب ده. فشانج شي حكى قصته بالكامل وقال ان بعد وفاة والدته ابوه المعلم شي ابعده عن اخته الصغيرة يانج وبدأ يدربه طول الليل والنهار عشان يبقى اقوى سفاح نينجا في العالم كله. اما اخته كانت بتتمرن في السر بدون علم اي حد. وبعد سنين طويلة شانج شي اصبح محترف فنون قتالية خطير عديم الرحمة، ووالده بقى فخور بيه. بعد كده بترجع بينا الاحداث
الأحداث للوقت الحاضر، وبنكتشف إن شانج شي سافر الصين عشان يقابل أخته يانج ويبلغها إن في سفاحين سرقوا قلادة والدته السحرية وممكن يهاجموها لأن هي كمان معاها قلادة زيها. وبعد أيام طويلة من البحث شانج شي عرف إن أخته موجودة في حلبة قتالات غير قانونية، والمنظم كشف إنه شاف قتاله في الأتوبيس على اليوتيوب وقال لشانج شي إنه هيعرفه مكان أخته لو وافق يقاتل بالحلبة. فشانج قبل طلبه، بس المفاجأة كانت إن خصم شانج الأول يبقى أخته الصغيرة يانج. وهنا بنعرف إن يانج هي صاحبة حلبة القتالات الغير قانونية وبتكره شانج شي لأنه بعد ما أصبح سفاح سابها لوحدها عشان يشتغل مع والده، ده غير إنها غفلته برجل قوية أفقدته الوعي. وبعد انتهاء القتال شانج شي حاول يحذرها إن في سفاحين بيدوروا على قلادتها السحرية، بس يانج تجاهلت نصيحته. وقبل ما تكمل كلامها فجأة المجرمين رجعوا من جديد مع ريزور صاحب السيف الناري. في البداية يانج ومساعدها هربوا عن طريق باب سري، أما شانج شي وكيتي صعدوا لخارج المبنى واتسلقوا على أعمدة خشبية عملاقة، بس المجرمين تتبعوهم بدون تردد، والمرة دي كان فيهم مقاتلين نينجا معاهم أسلحة فتاكة. فشانج شي طحنهم بدون رحمة وخلص على جزء كبير منهم باستخدام مهاراته الخرافية بالفنون القتالية. بس للأسف كيتي اتحصرت من كل اتجاه وكانت هتقع من أعلى المبنى لولا إن يانج أنقذها على آخر لحظة، وبدأت القتال عشان تساعد أخوها شانج شي. وهنا في مقاتل يشبه سفاحين النينجا اللي دربوا شانج شي زمان ظهر بدون سابق إنذار وخطف قلادة يانج السحرية عشان يهرب بيها. فشانج تتبعه لحد ما حصره في النهاية واتغلب عليه بصعوبة، لكنه قبل ما يقتله فجأة المعلم شي حضر بنفسه وكشف إن هو اللي أرسل أتباعه عشان يجمعوا القلادات السحرية. بعد كده سلم على ابنه شانج وأخذ بنته يانج مع كيتي لمخبأه السري. في البداية المعلم شي وصل أولاده وكيتي لمقره وقال لهم يستريحوا شوية لأنه محتاج يتكلم معاهم عن حاجة مهمة. فشانج اتجول بالمكان وبدأ يفتكر أيام زمان لما كان بيتدرب على الفنون القتالية. وأول ما الليل دخل المعلم شي أحضر الجميع عشان يتعشى معاهم وحكى لكيتي عن قصته من البداية. المعلم شي قال إنه عاش طول حياته في حروب بسبب قوة الخواتم العشرة السحريين، لكنه أول ما قابل والدة شانج ويانج اتعلم إزاي بقى إنسان طيب وقرر إنه يتجوزها ويبقى شخص عادي لحد ما خلف ابنه وبنته وعاش حياة سعيدة جدا مع عائلته. بس بعد وفاة زوجته دخل في اكتئاب شديد دمر عائلته تماما وخلى أولاده يبعدوا عنه، عشان كده قرر إنه يرجع للحروب من جديد. وهنا المعلم شي قال إن زوجته لسه ما ماتتش وأهل قريتها ممكن يكونوا حابسينها لأنها هربت معاه عشان تتجوزه، فأولاده الاتنين افتكروا إنه مجنون. وهنا المعلم شي وضع القلادتين في تمثال تنين وكشف خريطة سرية بتوصل لكهف في قرية زوجته وقال إنها محبوسة فيه ولازم ينقذها بأي شكل حتى لو هيقتلوا أهل القرية بالكامل. فشانج ويانج قالوا لأبوهم إنه مجنون ولازم يتقبل وفاة زوجته، بس بدون فايدة لأنه أمر أتباعه يحبسوهم في زنزانة مظلمة لأنهم مش عايزين يساعدوه. ولما شانج شي وين وكيتي كانوا داخل الزنزانة بالصدفة اكتشفوا إن في راجل عجوز اسمه تريفور موجود بغرفة جنبهم. الراجل ده قال إن المعلم شي سجنه لأنه يعرف الطريق للكهف السري الموجود بقرية والدة شانج، وأظهر إن معاه حيوان سحري اسمه مورس ممكن يساعدهم يوصلوا للكهف. فشانج ويانج وكيتي قرروا ياخدوا تريفور والحيوان مورس معاهم عشان يتتبعوا المعلم شي ويمنعوه من البحث عن زوجته المتوفية زي المجنون لأنه ممكن يأذي ناس كتير بسبب تهوره. وأول ما شانج شي وأصدقائه حاولوا يهربوا ريزور شافهم على الكاميرات فبلغ بقية أتباعه عشان يقبضوا عليهم، بس كيتي استخدمت مهاراتها الأسطورية بالسواقة عشان تهرب من المخبأ على آخر لحظة. فالمعلم شي قال لريزور يجهز بقية الجنود لأن الحرب النهائية قربت. تاني يوم الصبح شانج شي واصدقائه استخدموا مساعدة تريفور وموريس الحيوان السحري عشان يوصلوا للغابة اللي قرية والدة شانج موجودة بيها. واول ما دخلوها الاشجار بدأت تقفل عليهم من كل اتجاه لحد ما قربت تدمرهم تماما لولا ان تريفور والحيوان موريس ارشدوهم للطريق الصحيح. وكيتي استخدمت سواقتها الاحترافية عشان يوصلوا لمدخل القرية السرية. في البداية شانج شي واصدقائه دخلوا القرية عن طريق كهف مائي واتفاجئوا ان في حيوانات سحرية غريبة
واول مرة يشوفوها بحياتهم. بعد كده قابلوا سكان القرية اللي كانوا عايزين يحاربوهم، فشانج شي حاول يمنعهم من القتال. ومن حسن الحظ نان اخت والدة شانج ويانج ظهرت ورحبت بيهم لانها تبقى خالتهم. حتى الحيوان موريس فرح لما شافها. بعد كده قالت ان القرية السرية دي اتبنت جنب بوابة كهف سحري فيه وحش رهيب عشان يمنعوه من الهرب. وهنا شانج كشف ان والده عايز يدخل الكهف ده لانه فاكر ان والدته موجودة بيه. فرن خالته قالت ان الوحش الموجود في الكهف بيظهر خيالات للمحاربين الاقوياء من اجل اقتحام القرية وتحريره من الاسر. عشان كده اقنع المعلم شي ان زوجته مسجونة في الكهف لان العشر الخواتم السحريين ممكن يهزموا كل الحراس الموجودين بالقرية. وهنا نان بدأت تدرب شانج شي واخته يانج وكيتي عشان يطوروا مهاراتهم بالفنون القتالية، لان المعلم شين هيحضر للقتال قريب بسبب ان الوحش خدعه واقنعه ان زوجته المتوفية موجودة بالكهف. وفي يوم من الايام شانج شي كان بيتدرب مع خالته نان وقال انه عايز يتعلم فن التحكم بالهواء اللي والدته كانت بتستخدمه زمان. فنان كشفت له ان نقطة ضعفه هي انه دايما متعصب ولازم يهدى تماما عشان يقدر يستخدم قوته الكاملة، ده غير انها هزمته بسهولة في نهاية القتال. ولما شانج شي كان بيستريح مع نفسه افتكر الماضي لما كان بيتدرب مع والدته واتفاجئ ان في مجموعة مجرمين بيكرهوا والده حضروا عشان ينتقموا منه. فوالدته ضحت بنفسها عشان تحميه هو واخته لحد ما ماتت قدام عينيه. واول ما المعلم شي حضر اتصدم بشدة فقرر يستخدم الخواتم العشرة من جديد واخد شانج شي معاه عشان يخلص على المجرمين اللي قتلوا والدته قدام عينيه. وقال انهم حققوا انتقامهم اخيرا. تاني يوم الصبح كل اهل القرية مع شانج شي واصدقائه استعدوا للحرب لان المعلم شي حضر مع اتباعه عشان يفتحوا باب الكهف السحري. واول ما المعلم شي وصل نن اخت زوجته حاولت تفهمه ان في وحش شرير بيخدعه عشان يكسر باب الكهف بس بدون فايده لان المعلم ما صدقهاش وامر اتباعه بالهجوم. فالمكان انقلب لفوضى حتى يانج قتلت ريزور وش لوش. اما شانج شي فضل يدور على والده لحد ما لقاه وبدأ يحاربه عشان يوقفه عند حده قبل ما يخرج الوحش من سجنه. وهنا بنلاحظ ان شانج معاه عصا سحريه خطيره قدر يتصدى بيها لهجمات خواتم والده المدمرين، لكن المعلم شي كان اقوى من شانج بكتير ووجه له ضربه قويه افقدته الوعي ووقعته في النهر. بعد كده انطلق للكهف السحري وحاول يكسر الباب لانه فاكر انه هيحرر زوجته. بس المصيبه ان في وحوش ملعونه بدات تخرج من سجنها وهاجمت اهل القريه واتباع المعلم شي. فيانج اقنعت ريزور انهم لازم يتحدوا مع بعض والا الوحوش دي هتقتلهم كلهم. وفي النهايه اهل القريه وجنود المعلم شي عملوا جيش كبير عشان يوقفوا الوحوش الملعونه عند حدها. اما شانج شي فقد الوعي وقرب انه يغرق داخل النهر، بس من حسن الحظ في تنين اسطوري انقذه على اخر لحظه بسبب قلبه الطيب وانضم للجميع في الحرب ضد الوحوش الملعونه. فشانج شي استغل الفرصه ورجع لقتال والده من جديد. في البدايه المعلم شي حاول يستخدم قوه الخواتم العشره من اجل هزيمه ابنه، لكن شانج اظهر فن تحكم الرياح اللي والدته كانت بتستخدمه زمان لانه درسه من خالته نان وقدر يسيطر على 5 خواتم سحريين. فالمعلم شي اتعصب بشده واظهر قوته الكامله بس بدون فايده لان شانج اخد بقيه الخواتم لنفسه وبدل ما يأذي والده اعطاهم ليه تاني. بعد كده حاول يقنعه ان الوحش بيخدعه وزوجته لسه ميته. فالمعلم شي سمع الكلام اخيرا بس للاسف الوقت اتاخر لان الوحش الملعون كسر باب الكهف وخرج من سجنه بدون سابق انذار. في البدايه الوحش الملعون هجم على المعلم شي عشان يسرق قوته لانه محارب اسطوري ملهوش حل، بس قبل ما المعلم شي يموت اعطى ال10 خواتم السحريين لابنه شانج. فشانج حزن بشده على والده لكنه استجمع قوته وهدم باب الكهف عشان يمنع بقيه الوحوش من الخروج. بعد كده اخته يانج حضرت مع التنين الطيب اللي انقذه قبل كده والاتنين انطلقوا عشان يقضوا على الوحش الملعون تماما. بس الوحش استمر في تدمير كل حاجه بطريقه ومع ان التنين الطيب حاول يمنعه الا انه فشل وكان هيموت. ده غير ان يانج قربت تقع في البحر وشانج بذل اقصى مجهوده لحمايتها، بس من حسن الحظ كيتي ضربت الوحش الملعون بسهم في رقبته شتت تركيزه بشده. فشانج شي استغل الفرصه واستخدم قوه الخواتم العشره الخاصين بوالده مع فن التحكم بالرياح الخاص بوالدته عشان يقضي على الوحش الملعون بضربه كونج فو سحريه انهته تماما لحد ما انقذ الجميع في النهايه. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان يوصلك كل جديد واشوفكم على خير ان شاء الله.